السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة ديال معقودة ماشي ديال بطاطا ولكن ديال الحمص. صراحة جات بنينة بزاف ومقرمشة. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفة هادي، حيت بصح كيجيو بنانين ومقرمشين. بسم الله على بركة الله. نبداو الطريقة ديال التحضير. هنا كنحتاج 400 غرام ديال الحمص، يعني نص كيلو. غتحيدوا منه كاس ديال العنبه. 400 غرام غادي تسلقوه مزيان حتى تحيد ليه الجلده، يعني كيخصو يكون مسلوق مزيان باش يسهل معاكم انكم طحنوه، باش ما يعذبكمش بزاف. دغيا كيتطحن كما شفتوا هنايا، راه مسلوق سخون كيتطحن دغيا وكيجي رطب. المهم كنستمر هكا في الطحين ديال الحمص حتى كيولي كله مطحون مزيان. من بعد ما تطحن مزيان جبت الخبز وحمرته وطحنته. الا كانت عندكم لا شابلور تقدروا ديروها. انا هنايا ديبانيت بهذه الطريقه هذه، ودرت 2 ديال البيضات. معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، وشويه ديال الكمون، مع 2 معالق صغارين ديال الملحه، معلقه كبيره ديال النشا، و3 ديال المعالق ديال الدقيق. صافي، ونخلط كل شيء مزيان. هنا درت واحد شويه ديال الزعتر، تقدروا ديروه الا ما كانش عزيز عليكم اللوغو ديال الزعتر تقدروا ما ديروهش وديروا المعدنوس اللي بغيتو. هنايا جبت زلافه فيها الماء، دهنت يدي بها باش ما يتلصقش معنا الخليط، وشكلت كويرات وقديتهم، درتهم في الطبسيل بما نسخن الزيت ونقليهم. صافي، انا ساليتهم وعمرت الطبسيل، فريمون كيعطيو واحد الكميه كبيره. صافي، هنايا بديت تنقليهم، هما تيتحمروا وكيتنفخوا كيجيو زوينين، والريحه ديالهم ملي كيكونوا كيتقلاو يا سلام. وها هي المعقوده ديالنا وجدات بالصحه والراحه، فريمون بنينه مقرمشه كتستحق التجربه. وما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. وهنايا رافقتها مع واحد لاصوص، دابا نخلي لكم الوصفه ديالها تحت الفيديو. وبالصحه والراحه، ونتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده. وما تنساوش ديروا الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وبالصحه والراحه.